اهلا وسهلا بكل المشتركات الجدد. اكيد مادام القناه انها باقا جديده تقريبا مازال ما كملات حتى شهرين او لا يمكن كملاتها بشي حاجه اللي قليله. كنبغي نقول لكم ان هذه القصه هذه كتبتها لكم بكل حب، كنتمنى انها تعجبكم. كنبغي نوصل لكم بزاف الافكار اللي كينبعوا من العقل والقلب، وكنبغي نوصل لكم عبر اللي توصل لكم البنات اللي كيتابعوا القناه، للسيدات، لاي واحد عنده شغف بالقصص وكيبغي حتى ياخذ منها عبر اولا مواقف اولا تجارب انسانيه. القصه قصه اللي غتقربنا واحد الشخصيه مختلفه على الشخصيات ديال القصص اللي فاتوا، وفيها حتى تجارب حياتيه، فيها مواقف، مغامرات، ردود افعال، وحتى مشاكل ومواقف اللي كيخص الانسان ياخذ فيها قرارات اللي كتقدر تاذي ناس اخرين، ولكن بزاف منه كيقدر ياخذ داك القرار، لان بعض المرات الانسان كيتحط في واحد الاختيار، اما اني نختار السعاده ديالي ولو على حساب التعاسه او المشاكل ديال انسان اخر، واما اني نبقى نكمل في حياتي عادي ونضيع من يدي واحد الفرصه اللي ممكن تكون مهمه ليا. سمعوا القصه وغادي تفهموا شنو قصدت. وسط الضجيج ديال الدار البيضاء، العاصمه الاقتصاديه، في حي هادئ وراقي، كانت ليلى الريفي جالسه في عيادتها الكبيره ديال طب الاسنان، عياده مجهزه باحدث التجهيزات، كرسي جلدي فاخر، موسيقى هادئه خفيفه، وكل شيء مرتب بحرفيه. ليلى في مقتبل العمر، عندها 32 سنة، أنيقة بزاف، رقيقة، متفتحة، إلا شفتيها كتجيك بحال شي إيطالية، لأن ماماها أصلها من ميلانو، وتزوجات باها اللي كان حتى هو طبيب، كان كيقرا الطب في فرنسا، وتلاقاو وحبوا بعضياتهم وتزوجوا، ونجات على داك الحب ديالهم. ليلى كتعيش الحياة بنظرة عملية، ماشي سهلة بسيطة هنا، سنوات الدراسة والتكوين، القراية حتى الآخر تخصص، وحتى الأم حتى هي راه عاوناتها، كان عندها أرض كبيرة بعتها باش تمول لها العيادة. الأم والأب ديالها حاليا ما عايشينش في المغرب، ولكن اليوم ليلى كانت كتستنشق حرية ديالها بعد ما خلصات الديون العام الفايت، كتحس بأن حياتها بدات كتولي ملكها. شرات شقة في عمارة راقية بكريدي مؤخرا كتخليها تحس بالاستقلاليه والراحه. المهم عندها انها كملات التجهيزات ديالها هي اللي كانت ثقيله لان التكاليف ديالها غاليه، فكملاتها في الخلاص. دابا بقات لها هاد الشقه هادي. اخيرا مبقاش عليا شي ضغط، جالسه مع ابتسامه خفيفه وهي كتقاد في الطاوله ديال العياده. 32 سنه، حياه عمليه، قلبها ماشي على ديك الخطه ديال الرومانسيه بزاف، لا كانت تخبطات في الخاطر من قبل، خطبات شحال من مره ما تفهماتش، كل شيء انتهى بالفراق، دارت علاقات اللي كانت عابره وتعلمات من تجاربها. الانسان اللي كيكون عملي خصو يعيش ويخدم ويستمتع بالحياه بلا ما تعطي لقلبها الفرصه انها تبقى هكا كتعيش من تخربيقه لتخربيقه وكتجيب راسها غصدها الراس. إنسان ما كتآمنش بالحب والرومانسية وعمرها عاشت حلقات اللي كانوا عابرين، كانوا إعجاب، يمكن كان اهتمام، كان فرص اللي تخلقات، كان صداقة اللي تحولات. واليوم كان عندها جدول العمل مزدحم، مواعيد، فحوصات، تنظيم ملفات، والوقت ديال الراحة قليل، ولكن كتحس بالرضا. هادشي اللي كانت باغاه وصلت ليه، كل شيء مرتب، كل شيء تحت السيطرة. وكان اليوم الاثنين، ليلى بدات الاسبوع فحص صباحي في عيادتها. الجدول اللي عندها مزدحم ولكن منظم، لان البنت اللي خدامه معها محترفه في خدمتها، كتحب حتى هي كل شيء يكون مضبوط، ملفات المرضى مرتبه، المواعيد مضبوطه بالثانيه. وبعد الخدمه خدات شويه الوقت كتمشي كتمارس الرياضه في الجيمنازيوم اللي قريب ليها، باش كتفصل على الضغط ديال الشغل، وعاد كتهتم بالرشاقه ديالها، ما كتبغيش تزيد ولا كيلوغرام في الوزن، محافظه اما كدير ريجيم قاصح ملي كتشوف راسها زادت ولو كيلو، اولا كتفورسي في الرياضه. الثلاثاء كانوا عندها جلسات تنظيف اسنان مع المرضى ديالها، كتخليهم نهار الثلاث. اول واحد بدات به كان مريض متطلب، ولكن كتعامل معاه بصبر واحترافيه.
وحتى كملات المرضى ديال الصباح. وبعد الخدمه تقريبا مع ديك 3 ساعات خرجت كتشري شويه الاحتياجات العياده، كتضحك مع الباعه اللي كاينين في المحلات، بحال كتخرج من داك ستريس ديال الخدمه، كتحس براحه بسيطه ولكن بلا داك التصرف بزاف. نهار الاربعاء كان عندها اجتماع صغير مع المساعدات ديالها باش يناقشوا تجهيزات جديده في العياده، الا انها بدات كتكبر في العياده ديالها مؤخرا. خدامين مع جوج ديال البنات، وحده اللي كتساعدها لداخل ملي كتكون خدامه، وحده اللي مهتمه بالترتيب وكتستقبل المرضى وكتنظم هذا الشيء. حتى سالات بعد ما دخلت عندها واحد المريضه وخرجات مشات كتقرا كتاب، لان عندها واحد نص ساعه بين مريض ومريض. كتحاول انها دير ديما ديك الوقيته بين المرضى باش كترتاح، اما كتاخذ قهوه، اما كتشوف في التليفون، اما كدير شي ابيل، اما كتقرا كتب على الاستقلاليه ديال المراه والعمل، حاجه كتقربها المبادئ العمليه في الحياه. نهار الخميس كان عندها نهار طويل مع زبائن كثار، ولكن عندها شويه الوقت القصير ضروري باش تشوف اصدقاء ديالها بعد ما كملات الخدمه في المقهى القريب من العياده اللي غالبا كيتلاقاو فيه. ضحكوا، هضروا على الافكار المشتركه، وهي ديما محافظه على حدودها، ما كتبغيش اي واحد يقرب لها بزاف، خصوصا ان الاصدقاء كانوا اصدقاء مختلطين فيهم بنات وولاد، كاين اللي قراو معاها، كاين اللي معاها في نفس الدومين، كاين اللي تلاقات معاهم بالصفار. المهم هما اصدقاء اللي غالبا كيخرجوا مجموعين. اما يوم الجمعه عندها زياره اسبوعيه تقريبا للطبيب اللي كيتابع معها الصحه ديالها، او لا كتمشي لعند الطبيب النفسي اللي كتبغي تفرغ ديك الطاقه ديالها السلبيه. عندها مشكله في ذاتها، عندها مشكله انها كتحس بلا عايشه في واحد الروتين سريع، بعض المرات كتحس براسها مضغوطه. كاين المهم كدير فحص سريع، نصائح، روتين، كدير اليوغا، وكتحس بفراغ داخلي صغير كتحاول تجاهله. عقلها ما كيخليهاش تعامل بشكل اللي عاطفي ولا تدخل العاطفه لحياتها. غالبا حتى كتسالي الخدمه ديالها ملي كتكون في الدار كدير واحد الاتصال سريع، كتهضر مع ماماها وباباها كتطمن عليهم، ما هو عايشين الحياه بعد ما تقريبا ما كيخدموش بزاف. عطينا غير الصفار والدوران والمساريه. نهار السبت نهار عادي ما كتخدمش فيه، قليله كان عندها شي رونديفو اللي كيكونوا الناس اللي كيكونوا خدامين وسط الاسبوع كيجيو عندها السبت. اليوم ما خداماش، مشات تزور شقه جديده في عماره راقيه باش تاكد بلا كلشي مضبوط. بعد العصر جلسات واحد الجلسه مع صحاباتها كيهضروا على الخدمه ديالهم، كل وحده كيفاش دوزات لا سيمين، ضحك، اتاي، قهوه، احاديث خفيفه. المهم كيجلسوا جلسات ديال البنات، وكتسمع لماها وحده من صحاباتها اللي تزوجات وعندها جوج وليدات، وكتعاود على العادات ديالها مع ولادها، راجلها ملي كيجي، المتطلبات ديالو، وهي كتسمع لها وكتبسم. قدرش تخيل راسها شي نهار من النهارات حتى هي تعيش هاد الحياه كتقول لا ما يمكنش، انا ما نقدرش على هاد الشيء وما نصبرش ليه. جوج الوليدات بزاف، وعاد انها خدامه، حتى هي راه خدامه معاها في نفس الدومين، حتى هي دونتيست. كيجي هاد الشيء بعيد على شخصيتها بزاف. اتفقوا نهار الحد البنات اللي هما تقريبا شي 4 غيمشيو لواحد المنتجع سياحي يدوزوا فيه الويكاند. في الصباح سافروا المنتجع اللي مشاو ليه قريب البحر، الشمس المشرقه، البحر الهادي، والجو مناسب للراحه الاستجمام، ولكن اللي عنده الفلوس واللي عنده الامكانيات. وصبحوا الصباح في ذاك المنتجع، الشمس كانت كتشرق على البحر في الافق، والنسيم كيدخل خفيف على المنتجع الفاخر. ليلى دخلات مع المجموعه ديال الاصدقاء، اسماء، سلمى، لحق عليهم حتى واحد الولد رشيد ويوسف، كل واحد جاي باش يرتاح يبدل الجو ديال المدينه المزدحمه. قالت لها اسماء ليلى شوفي البحر زوين اليوم غادي لعمان. يا تقول لها ليلى بصح المنظر بعدا كيريح النفس من داك ستريس لا سيمين. رشيد بدا كيضحك، ايوا مزيان لعبوا شويه الكره الشاطئيه، شكون معانا؟ قالت له ليلى انا غنتفرج اليوم، انا جايه نرتاح ماشي نلعب سبور. كانت كتجلس على الكرسي تحت الشميسه كتشرب عصير طبيعي كالعاده، تفرج على باقي المجموعه كيتحركوا على الرمال. يوسف الصديق اللي كيهتم بها بغى يقرب منها اكثر، واش ما بغيتيش تلعبي معنا شويه؟ ابتسمت ليه ابتسامه مهذبه بلا تكلف بلا انفعال، يا عايقه به راه ما دارش بها. قالت لي شكرا يا يوسف، اليوم باغا نستمتع بالجو ونيت باغا نقرا شويه.
حس شي حاجه غريبه، ما قدرش يحدد واش هي باغا تنعزل ولا هي عمليه ولا كتبغي غير الاهتمام بلا ما تكون شي حاجه اللي خاصه. وعنده واحد الفضول كبير جهتها من امتى كتعجبو، وما كراش ديك الصداقه ديالهم تحول لشي حاجه ما اكثر. وصلت وقيته الغداء، المجموعه انتقلت الغرفة الطعام اللي كانت تما مفتوحة على البحر. الجو كله ضحك ودردشة. هضرت سلمى: ليلى، عقلتي ديك المرة اللي كنا جايين بغيتي تجي معنا لهنا؟ وي كنت مشغولة في الكابيني، ولكن هاد المرة قلت نجي نستمتع معكم. قالت لها اسماء: شفتي يا صاحبتي، شي راحة ضرورية، ماشي غير الخدمة وستريس، ضروري ما تسافري، نديرو شي تسافيرة لإسباني. وي علاش لا. ليلى كتلاحظ تصرفات يوسف، حركاته الصغيرة باش يلفت انتباهها، كيفاش كيبغي يبين بلا مهتم بها، ولكن هي كتصيفط ليه اشارات واضحه انه مجرد صديق. شحال من مره جربت انها الصداقه تحول الاعجاب ولا شي حاجه اللي عمليه، ولكن ما كترتاحش، ما كيعجبهاش الحال. كتقول مع راسها: مادام ما عجبنيش من الاول وشد الانتباه ديالي فما كاين لاش نبززو عليا. ضحك معاه مهذب، الكلام مختصر، ما كيبانش في هذيك اللمسه الرومانسيه، وما كتقبلش منه انه يحتك بها اكثر ولا يقرب منها اكثر. بعد الغداء خرجوا لممارسه الانشطه كالعاده ملي كيكونوا بوحدهم، ركوب قوارب صغيره، كاين العاب جماعيه. داك المنتجع كيدير هكا دي زاكتيفيتي للناس اللي كيكونوا فيه، كيكونوا حفلات صغيره، كيكونوا مسابقات، سباحه. ليلى بطبيعتها العمليه عزيز عليها تحافظ على استقلاليتها، خصوصا انها انسانه اللي عايشه بوحدها، كتعتمد على راسها. ما عزيزش ليها داك الزحام ولا شي واحد يبقى يدحس معاها ولا شي واحد يفرض عليها نفسه. ديما كدير حدود، كيعجبها شي واحد يتغزل فيها والجمال ولكن بلا ما يضغط عليها. قال رشيد: ليلى اجي نجربوا نركبوا في هذا، غادي يعجبك. شافت في داك القارب وهي تقول لي: نو شكرا، بغيت نشوف البحر غير من بعيد. انا كنخاف السلامه اولا. في نفس الوقت يوسف بدا كيحاول يقرب لها اكثر، هو كيجيب لها عصير، كوكتيل، كيسول على الاهتمامات ديالها، كيحاول يخلق ولو لحظه حميميه صغيره بيناتهم. وما اصلا الدراري ما كانوش جايين، هي تفاجات ملي عرفت الدراري لحقوهم. مع ذلك ما قالت والو، قالت صافي ماشي مشكل. حتى كيسولها يوسف: واش عجبك الجو هنا؟ وهاد الايام بحالهم اللي كيخلي الانسان ينسى كل شيء وكيحس بالله على الطبيعه ديالو. وهي عندك الحق، ولكن انا ديما من النوع اللي كيتحكم في الامور ديالو. صيفطتها له كميساج. ليلى انسانه اللي عزيز عليها توازن بين الحريه ديالها وبين وجود اي شخص قريب ليها. كتبغي تبين الاحترام المتبادل وتفرضوا على اللي دايرين بها، ولكن هو ما حتى كدير ليها هكاك وكيتشد لها اكثر، كتعجبو، كتحمقو بداك الستيل ديالها الاوروبي، ديك الاناقه ديالها، داك الشعر ديالها المموج، الاشقر اللي فايت كتافها بشويه، عينيها اللي فيهم واحد الشوفه اخاذه كتسحر اي انسان، ديك الرقي ديالها اللي كيتجلى في بساطتها، وفي ان عندها ديك الاصول من جهه الام الاوروبيه. هادشي كله كيخليه مسحور ليها، كتبان بحال شي جوهره ثمينه كاينه وسط مجموعه الجواهر، كتبان هي انها هي المميزه فيهم. مع الغروب المجموعه دارت عشاء على البحر، حفله ولا نقولوا باربيكيو، حفله شواء صغيره، الضحك، الموسيقى الهادئه، الاضواء اللي كتنعكس على الامواج. يوسف حاول يقرب اكثر، ولكن لاحظ المسافه اللي ليلى كتحافظ عليها. فاش خرجت ليلى باش تاخذ شويه الهواء، واحد الوليد صغير كان مع واحد العائله قريبه غوص. ليلى مشات كتجري عنده باش تعاونو، تبعها يوسف. الموقف خلق واحد اللحظه مشتركه قصيره، وليلى حست بواحد الدفء انساني بلا ما تاثر عاطفيا، ولكن الجو بان فيه واحد التوتر طفيف. من بعد رجعت لديك الطبيعه ديالها، هي ما كتبغيش تخلي شي لقطات بحال هادو ياثروا فيها، كترجع بالزربه للطبيعه ديالها. حيت اللحظه اللي قربت الوليد اللي كان طاح في الرمله باش غتشدو تهزو توقفوا، تحطات يد يوسف على يديها بالسربه، سحباتها بلا ما تبين ليه بلا ارتبكات ولا ما عجبهاش الحال، وعجبها داك الجست اللي دار انه من دون الدراري والبنات قرب كيعاون داك الوليد. ولكن مع ذلك صافي ساست يديها ورجعت حدا البنات كيضحكوا. اما في جهه اخرى في صباح الحد الساعه معاه كانت 6 صباحا،
والضبابة خفيفة كيغطي الطرق المؤدية للمزرعة الكبيرة في دوار في وسط عربية، بلاصة بعيدة تماما. واحد السيد اللي كان سميتو رضوان كيسوق الطوموبيل الفخمة ديالو، كيشوف الأراضي والمزارع ديالو والحركة ديال الخدامين. كل نهار عنده جدول صارم، وقف على مشاريعه وشغله بيدو، مشاريع تجارة ديال الخضرة، البيع والشراء، متابعة العمال الفلاحة، وحتى زيارة الشركاء ديالو في المدينة. ورغم النجاح المالي الكبير اللي عنده، ديما عنده إحساس داخلي بالفراغ، شي حاجة ناقصة في الحياة ما قدرش يحددها. مزوج وعنده وليدات، نقدروا نقولوا حياة مستقرة نوعا ما، ولكن هو الروتين ديال ديك الحياة بدا كيخنقو شوية. مراته انسانه بلديه بامتياز، ما عندهاش مع تسافر، كيجيب لها يحط لها في اللباس المجوهرات، يعزل لها غير داكشي بلدي. ديما كيجي يلقاها لابسه بيجامه طويله كدور بها، كيعيا يجيب لها في الحوايج مخليهم مركونين في البلاكار، وكدير هي اللي قال لها راسها. ما خلى ما جاب ليها. غالبا كيدخل كتبان لي خارجه شي بيجامه طويله، هي مبقعه بالمرقه من هنايا، ولا عامره بشي تخربيقه، وخارجه زي في حياتي فوق راسها، وهادي عندها الحياه. راه كاينين هاد النوع ديال النساء اللي كتتزوج كتقول صافي الراجل راني ملكتو، راه بين يديا. في الاول كتكون كتزيز ليه وكتقاد وتقدر تماكيي تلبس احسن ما عندها، ومن بعد كتولي كي جرتيله كدور قدامه. الراجل راه كيخرج على برا، كيشوف نساء اشكال وانواع، هل لابسه المزير، هل لابسه المقصب، هل صابغه شعرها، هل طالقه، هل مبوكليه، ها السمراء، ها البيضه، ها الطويره، ها القصيره، ها الغليظه. كيجي للدار كيلقى واحد الخفاش عايش معاه في الدار النمر المقنع. كيغيدير هذا الراجل ما يشوفش برا؟ جاوبوني على هذا السؤال البنات. راه واخا يكون هذا الراجل كاهن، فقيه، امام، ما عرف شنو كاع، ولكن ضروري ما عينو غتزيغ واحد اللحظه، ضروري ما غيبدا يدير مقارنات، ضروري ما غيبدا يدير استنتاجات، ضروري ما غتحرك فيه شي حاجه. هنا هذه هي المشكله اللي كتكون عند هاد النساء هادو، كتجي في الاخر دات بكيوتشكي وتقول لك داتو ليا وحده اخرى. انا ما كنتفقش مع النقطه هذه. هو راه ما كاينش راجل اللي كدي وحده اخرى، حيت ماشي دري صغير غتشدو من يديه وديه بزز منه. كاين اغلاط كيكونوا اما من الراجل اولا من المراه، ولكن مادام راجل مزوج بك 17 سنه وعنده معك وليدات 17 سنه، كان هذا الانسان عينه زيغه اولا في هاد القاعده ديال النبو البنات، راه غيبان فيه هادشي مش حال. هادي علاش غيجي حتى دابا الا انه مل وعيا وطلع ليه الدم للراس. نرجعوا للقصه. وصل المزرعه حيت كل شيء منظم، اشجار مشذبه واقفه على بيدي، المزارع مرصوصه، داير الكاميرات في اي بلاصه متابع خدمته ولو كيكون خارج هاد البلايص بعيد، الحيوانات في الاماكن ديالها، الرجال اللي كيشتغلوا معاه عارفين بالصرامه ديالو، ما عندوش معاها ولا ها، واللي دار شي غلط كيتحاسب. ولكن حسب العداله، اللي خدم مزيان كيتعوض، الخدامه ديالو راهم كياخذوا صالير اللي مزيان، الخدامه اللي معاه كلشي كيوصلهم حتى عندهم، الخدامه اللي معاه كيساعد عائلاتهم وليداتهم، حتى داير لهم ترونسبور خاص للوليدات اللي كيقراو، لان البلاصه اللي خدامين فيها داير لهم بحال حي صغير فيه ديور هكا صغار الخدامه اللي عنده، كل واحد والدار ديالو، خصوصا انهم تقريبا كلهم مزوجين، عندهم الوليدات داير لهم ترونسبور اللي كيقربهم المدارس البعيده وكيرجعهم. رضوان كان مزوج من هذه 17 سنه، عنده وليدات، حياه مستقره. كما قلنا الروتين بدا كيخنقو شويه، وعاد المراه عنده ما مسافاش باش يحس بشويه الفرفشه. الراجل كيجي عيان من الخدمه، من المسؤوليات، عنده الفلوس، ميسر ماديا، كيجي يبغي يلقى مرتو دايره ليه مفاجاه، عشيه زوينه، لابسه لبسه مزيانه، تفاجئوا بلبسه جديده، شعرها هي مره مقطعه، مره مصوبه، مره طالقه، كيجي يبغي يشوف شي نظره زوينه في دارو، كيجي كيلقى مدابزه هي والدراري، هذا يغوت من هنا وهذا ينقز من هنا، والدنيا حالتها ما كيعجبوش الحال. كل مره كيسافر للمدينه ولا بحال كيهرب داك السفر، كيشوف كيفاش الحياه كتجري بسرعه، كيشوف الناس كيفاش عايشين، والناس كتعيش بمرونه اللي هو ما عندوش. راجل بحالو اللي عنده 45 عام يقدر يقول صافي حققت داكشي اللي بغيت، درت الفلوس، درت الوليدات، درت الزوجه، ولكن هو باقي عنده واحد الطموح،
باقي عنده واحد الحماس، كيحس براسو باقي صغير، باغي يعيش، باغي يسافر، باغي يعوض داكشي اللي معاشوش في الشباب ديالو، لانه كان مركز على الخدمه وكيخدم بالليل وبالنهار باش يوصل لهادشي اللي وصل ليه دابا حاس براسو باغي يستمتع بداكشي اللي حققوا هاد السنين، وباغي مراتو تسيروا في هادشي، ولكن هي والو. ملي كيقول لها نسافروا مثلا كتقول ليه ويلي نخليو الدراري لما نخليهم، ونخلي الدجيجات اللي مربيه، هما راه عندهم اسطول ديال الحيوانات، وهي لا دايره الدجيجات ديالها باقا عاقله على ديك الحياه اللي كانت عايشها في الاول في دوارهم، لانها خداها من اسره فقيره جدا مدقعه، بحال بقات عاقله على داكشي وما استمتعاش بالحياه اللي عندها وداكشي اللي كيوفروا ليها. كتشقى بيديها واخا كاينين الخدامات اللي كيشقاو، كتخمل بيديها، يديها حالته ملي شافها يقول هادي يديها ما كيحيدوش من جافيل، وجهها كتخرج بين الشمس عادي، ما كدير لا اكرو لا والو، وجهها كله فيه الكلف. ملي كيشوفها بحال ولا كيعيش في انه يشوف فيها. هو جالس كيشرب القهوه في البالكون ديال الفيلا ديالو اللي كاينه في المدينه، كيفكر مع راسو كل شيء منظم. قلنا لها نعيش في المدينه، قالت لك لا، والفا العروبيه لما غتخلي الدجاج والطوسو البيبي ديالها. رضوان، شنو اللي باقي ما جربتيش؟ شنو اللي باقي الحياه ما دخلاتكش فيه؟ هنا بدا كيحس في هاد اللحظه واحد الشعور غريب، خليط بين الفضول والرغبه باش يكتشف شي حاجه جديده، يستمتع بشي حاجه جديده. ما عرفش اشنا هي بالضبط، ولكن بحال هاد الايام الاخيره بحال مل، عنده احساس بانه محتاج تغيير صغير، تجربه جديده، سفيره، شي حاجه تكسر داك الروتين بلا ما يضر لا عائلته او المشاريع ديالو. نرجع عند ليلى بالليل في المنتجع بعد العشاء والضحك والهضره والتكركير. انسحبت ليلى شويه من المجموعه، كتمشى بوحدها على الشاطئ، لابسه واحد الصنيديله، الكعب ديالها كيغطس شويه في الرمله والنسيم كيحرك شعرها. كتحس برحه كبيره، كيعجبها هاد الخراجات، كتفرغ فيهم داك ستريس اللي كتحسو في وسط الاسبوع. ولكن حتى هي في الاعماق ديالها كاين واحد الفراغ صغير. وصلت الحوايج اللي حلمت بهم، العياده، الدار، الاستقلاليه، ولكن علاش حاسه براسي شي حاجه ناقصاني؟ علاش واحد الجزء في الداخل ديالي خاوي؟ بقات واقفه كتفرج في الامواج وهي كتكسر على الصخور بعيد عليها. ويوسف كان كيشوف فيها بحال كيحاول يقرا ملامحها، ولكن ما قربش. حس ان المسافه اللي كتخليها ماشي سهله انه يتجاوزها، وعارف شخصيتها عصبيه وقويه، تقدر تدور فيه شي دوره اللي تخليه بعيد ما بقاش يدور في مساحتها. داكشي علاش داير مساحه الامان. في نفس الليله رضوان في المزرعه كان جالس مع جوج العمال المقربين منه، كيتناقش معاهم في خطط الموسم الجاي، ولكن عقله ما كانش مركز بزاف. حتى ملي سالا معاهم دخل الفيلا وجلس قدام التلفازه بلا اهتمام، شعل واحد الكارو وبدا كيتفكر في حياته. عندي كل شيء، ولكن ما عرفش اش باغي. روتين، الزواج، المراه، الدار، الفلاحه، الدراري. شي مرات كنحس براسي بحال باغي نهرب من هذا الجو كامل. خدا شويه التليفون بدا كيقلب شي تصاور قديمه ديال رحلات والمدن، تصاور ديال شي مطاعم جلس فيهم، كافيهات، لقاءات اللي كان كيديروا مع ناس اللي كيخدم معاهم، ولكن ماشي شي حاجه اللي كتملى الفراغ اللي كيحس به. ماشي هادشي اللي باغي. فاش ليلى كانت راجعه لغرفتها شدات تليفونها، بقات كتقلب في الصور ديال النهار اللي خداتهم، تصوراتهم بحر، ضحك مع الاصدقاء. نفس اللحظه رضوان حتى هو كان كيقلب في التصاور. جوج الارواح ما عارفينش بعضياتهم، كل واحد كيشوف فراغ من نوع اخر، كل واحد وصل لمرحله انه كيفتش على شي حاجه جديده غير باش يحس انه حي وانه مختلف. داز العطله الاسبوعيه، وصلنا نهار الاثنين. العياده هادئه، ديكور انيق بسيط، جدران بيضاء وفيهم صور فنيه صغيره، والريحه ديال المعقم كتعطي احساس بالنظافه والجديه. ليلى كانت لابسه
داك لا بلوز البيضاء، شعرها رابطه بعنايه، كتخدم مع المساعده ديالها على تحضير المواعيد. دكتوره، راه عندنا واحد المريض جديد مع 9 عمروجه سميتو رضوان بوعزابي، راه خدا رونديفو الصباح بكري من يلا دخلت خدا عندي رونديفو. ابتسمت لها ليلى، مرحبا، دخلي لي الملف ديالو نشوفوا الحاله. دقات الساعه وتفتح الباب ودخل رضوان، راجل طويل، السحنه ديالو سمراء متفتحه بالشمس ديال الباديه، لباسو انيق ولكن بسيط، قميجه بيضاء مفتوحه من العنق، سروال كحل ولكن مصلح مزيان، عيني فيهم داك اللمعان ديال الرجال اللي متعودين كيتحكموا في الامور، حجبانو معقودين. ليلى نطقات بهدوء مهني، صباح الخير، تفضل سي رضوان. مرحبا. رضوان هضر بصوت واثق فيه نبره ديال راجل معتاد يعطي الاوامر. صباح النور دكتوره، عندي مشكل في السنان وسمعت عليك هضره مزيانه. جلس في الكرسي وليلى بدات كتخدم بكل حرفيه، القفازات في يديها، الادوات معقمه، الحركات ديالها دقيقه، ورضوان كيشوف فيها كيفاش كتحرك بطريقه مختلفه، عندها واحد الرشاقه اللي ثارت انتباهه، وديك الثقه في النفس، وحتى الهدوء اللي محاوطها، وديك الموسيقى اللي كتخليك ترتاح. كون هاني، عندك غير هنا واحد تسوس بسيط غادي نصلحوا المشكل. واش كتحس بآلام كبيره؟ بدا كيضحك شويه اللي في الفم كيداوى، اما اللي في القلب ما كاين ليه دواء. هزات عينها فيه بسرعه بابتسامه صغيره ولكن متحفظه، طلعت وجهها. انا هنا نشوف غير سنان، الباقي راه اختصاص اخر كنظن. ضحك رضوان، بقى كيتاملها وكيسمح لها تخدم. الجو بدا كيتغير من مجرد فحص روتيني لحظه غامضه كانت فيها واحد الجاذبيه صامته اللي خلاتو كيتاثر بداك الحضور ديالها. بعد الفحص تنطق ليلى، دابا هو المشكل تصلح، خصك غير ترد البال وتنقص شويه من الحلويات، اللي بحالي ما كيطيحوش غير في الحلويات، كاين شي حوايج اخرين كيغريو اكثر. هو من النوع عاده اللي ما كيهضرش هكا. هاد الجمله خلات الجو كيتقلب لثانيه. ليلى كتحاول تكون مهنيه اكثر، ولكن في الاعماق ديالها حسات بشي حاجه جديده. هذا الراجل مختلف على كل اللي قبل. خرج هكا ولكن كيقول في خاطرو، هاد الدكتوره ماشي عاديه، خصني نرجع عندها مره اخرى. ملي خرج من عندها وقف عند المساعده وخلص ويقول لها خذي لي رونديفو اخر. سولاتو اشنو المشكل، قال لها خذي لي رونديفو اخر، عندي واحد الدرس اخرى ضراني. خدا الكارت ديالها، كارت فيزيت، بدا كيقرا فيها. الدكتوره ليلى ليلى. كمل رضوان خدمتو داك النهار، ومن بعد رجع للعربيه يدور فين ساكن، ولكن عقلو بقى في داك الكرسي الابيض وديك الابتسامه المتحفظه. كيفاش ملي قال لها هكاك بانت واحد الحمره خفيفه على خدودها بلا ما تنتبه. اما ليلى رجعت لروتينها في العياده، ولكن بقات كتدور في بالها ديك اللحظه اللي كان كيهضر، كتقول مع راسها هذا المريض مختلف. نهار 3 ليلى كترجع لروتينها العادي، المرضى، المواعيد، المساعده ديالها كتهرب على كل التفاصيل. الجو عادي، ولكن في واحد اللحظه وهي كتفتح ملف جديد تفكرت بسرعه في المريض اللي جا الاسبوع اللي فات. هادشي راه بعد اسبوع، هذا الثلاث اللي بعد اسبوع من اللقاء اللي تلاقات برضوان. هزت راسها كتحاول تبعد الفكره، هي مريض بحال اي مريض، علاش كنفكر فيه؟ حتى كتدخل عند واحد السيده كبيره في السن، بدات كتشرح لها الاعراض ديالها، وليلى صافي لبسات على داك القناع ديال الابتسامه المهنيه ورجعت للطبيبه اللي كتحكم في الوضع. داز ثاني واحد نهار الخميس، كان عندها سهره صغيره مع صحابها. مشات مع صاحبتها لواحد المطعم عصري في كازا، كالعاده الضحك، الموسيقى خفيفه، كيتناقشوا على السفر، كيوجدوا، كيقترحوا فين غيسافروا، الخدمه، حتى على الزواج، شكون تخطبات شكون تزوجات. وهي تهضر وحده من صحاباتها، ليلى ايوا راكي خلصتي دابا الكريدي اللي عليك، اشنو دابا راه خصك تكملي تلقاي شي شريك لحياتك، ما تبقايش بوحدك. بدات ليلى كتضحك وهي شاده كاس العصير. شريك الحياه، انا مازال كنقلب على شريك ديال العطله اللي غندوز، عاد نشوفوا الباقي. لا باقا ما قداش على هذا الشيء صاحبتي. بداو كيضحكوا، ولكن هي واخا جاوبت هكاك، ولكن الجمله ديال صاحبتها خلات في اعماقها واحد الفراغ صغير ما باغاش هي تعترف به حتى لنفسها. اما سي رضوان في نفس الليله كان في الفيلا ديالو اللي في العروبيه،
وسط المزرعه الزوجه ديالو كتوجد العشاء، هي يقول لها جلسي راه البنت اللي غتقادو اللي مساعده ديالها والو قالت لا نقاد العشاء بيديا، وناضت قطعت ديك البصله حمرات داك الدجاج. الوليدات كيلعبوا في الصالون، هو بغات تجلس معاها هكا، الوقيته اللي هو جالس فيها والو ما كتفهمش راسها. هو دخل الوليدات كيلعبوا قدامه، هاز التليفون كيشوف فيه، التلفازه خدامه كيتسنى غير امتى تسالي وتجلس، وهي من حاجه لحاجه صاوبت داك الدجاج دازت للشلاضه كتقطع في الدسر. منظر كيبان عادي وحياه مستقره، ولكن زوج محاش بالفرحه، ما هانيش في حياته، ما هاجبوش الحال، ما مرتاحش لهذا الشيء. هي عند راسها صافي راه طيبت ليه عشات وجداتها ليه، صافي راه دارت ليلى، هو ما محتاجش من هذا الشيء. راه كاين اللي طيب، كاين اللي قاد العشاء، وحتى لما بغاش طيب هي راه يجيبو من برا قادر بهذا الشيء، ولكن باغي زوجه اللي تجي تستقبلو بابتسامه، تصولو كي دوزتي نهارك، اشنو محتاج، اشنو خاصك، دير ليه ماساج لكتافو، تجمع معاه، تعاود ليه كي دوزت نهارها. ما كاينش هذا الشيء. رضوان جالس ساكت كيتامل الكاس اتاي قدامه، في بالو ما بقاش صور المزرعه ولا الصفقات، بقات صوره واحده، طبيبه ليلى وهي لابسه البلوزه البيضاء كتخدم بكل ثقه. الشوفات اللي شافهم فيها ولو كانوا لحظات قلال قدر يميزها، تفاصيل صغيره، شعرها، اللون ديالو، الضفاره اللي كانت صابغه بواحد اللون في الغوز بارد كيفاش نقيين، صبع يديها الطوال، ديك البشره ديالها اللي ما بين الابيض وداك الصميم ربير اللي بانيه مبروزيه بالشمس، ديك الابتسامه ديالها، سنيناتها كيفاش بيضين ومستفين. ما حس براسو كيدير مقارنات بينها وبين الزهره مراته، فرق شاسع، فرق ما بين السماء والارض. نهار السبت نهار عادي، كانت عندها الخدمه في الصباح تقريبا عندها داك اليوم اللي اضطرت انها تجي تخدم، عاده ما كتبغيش هي تخدم السبت في الصباح. فدخلت عند المساعده دكتوره، واحد السيد كيسول واش نقدر نعطيه موعد، سميتو رضوان اللي عقلتي عليه. ليلى جبدات ثواني وهزت عينها فيها برود. رضوان وي عطيه موعد عادي بحال اي مريض. بدات كتحاول تبقى عاديه وقلبها كيخفق، كتقول مع راسها واش هو هني داك رضوان، عقلات على سميتو مزيان مبغاش تسمح لها من بالها. وجا نهار الاثنين العياده كانت ناشطه كالعاده، دخلت المساعده عند ليلى، دكتوره عندك ضيف خاص، سي رضوان قالك باغي يشكرك شخصيا على الخدمه. تخيل رضوان هاد المره ماشي بوضعيات المريض، لا هاد المره راه شكل اخر، جاي لابس كوستيم انيق باينه فيه غالي، عطر الرجولي اللي قوي، وفي يده واحد الكيس ديال واحد لا مارك معروفه، وداخل مبسم. صباح الخير دكتوره، جيت غير باش نشكرك، هديه بسيطه مني ليك. ليلى شافت فيه بتحفظ، سي رضوان شكرا، ولكن انا كنخدم على اساس الواجب المهني، انا ماشي هنا باش ناخذ هدايا. كنظن عندك رونديفي اليوم ياك ولا لا؟ وي ولكن ما عنديش مشكله في سناني، جيت باش نشكرك. حط الكيس فوق المكتب بلا ما يسول، وقال لها بالمرات الواثق اللي ما كيتعودش انه يتصد من شي حد، عارف، ولكن حتى الطبيب كيخصو يدلل شويه، ماشي عيب نفشوك شويه. لالا حاولت تغير الموضوع، ما عجبهاش هاد الطريقه كيفاش هضر، ورجعت للهضره ديال الطبيبه. واش عندك شي مشكل في سنانك باش خديتي موعد؟ سي رضوان حالتك كتبان بخير، غير تبع التعليمات اللي عطاتك وغادي يكون خير. بدا كيشوف فيها بثبات، مثبت فيها الشوفه، كيطلع يهبط فيها مزيان، مشبع كلشي. اجا حاجه وحده باقي ما قدرتش نداويها. سكت شويه وبقات كتفادى انها تشوف في العينين لانه تصرها بطريقته في الهضره. هي تجمع راسها بالزربه وقالت لي بحزم، انا ماشي مسؤوله على شي حاجه اللي خارج طب الاسنان، كنظن هذه عياده اسنان، الا ما شفتيهاش خرج على برا وقراها مكتوب حدا الباب. ابتسم لها رضوان بابتسامه صغيره، واخا غادي نلقى الطريقه وحتى الوقت المناسب، والوقت كيبين كلشي. وخلى لها هذيك الهديه وخرج، ومني خرج مشى حتى خلص المساعده على اساس انه دخل الجلسه طبيه وخرج. من بعد ما خرج هز التليفون الارضي وصلت على المساعده، عافاك اسماء ما تدخلي حتى واحد دابا بلاتي شويه تنقولها لك واخا. قالت لها واخا وجلست فوق الكرسي. اش هادشي؟ ويلي 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 ليلى علاش قلبك كيضرب؟ حطات يدها على قلبها وبدات كتنش على وجهها ورجعت اتصلت بها. قهوه كحله بلا سكر عافاك دابا سربي خلاص. خدات ديك القهوه كتشرب فيها وكتفكر في هذا الموقف.
عمر شي راجل ما اثر فيها بحال هكا. علاش هذا بالذات؟ بين فيه ماشي باقي صغير اولا مراهق ولا شي واحد اللي كيخربق، بين راجل بعقلو. في المره الاولى ما بانش، لا كيما دابا اللباس ديالو كيبين انه شي انسان اللي عنده الفلوس. وحتى انتبهت للساعه اللي داير في يدو، ساعه غاليه واصليه، والعطر اللي دايره شي حاجه. العطر ديالو بقى لاصق في الجيوب ديال الانفيه وبقى معبي القاعه ديال الفحص، لدرجه انها رجعت حلات الشرجم على وسعو وبدات كترش واحد المعطر غير باش تحيد ديك الريحه ديالو وتخليها كتنسى انها تفكر فيه وترجع لخدمتها. في الليل رجعت لدارها، حطت داك الكيس على الطبله باقي ما فتحاتوش، وقفات كتامل فيه. ورجعت دخلات هكا بالزربه، دوشات بدلات عليها وجلسات عندها واحد الكنابي طويله كتسكى فيها كترتاح، بحال كتسترجع النفس ديالها، عاد كتنوض تشوف شنو غتاكل ولا شنو غدير. وهي ترجع لداك الكيس هزاتو حلاتو وقفات كتامل فيه. كان فيه ساعه فخمه تقريبا نفس النوع اللي كان دايره هو في يدو، حتى نفس اللون، والثمن ديالها كيتقدر بملايين. وهي تقول مع راسها هذا الراجل كيحاول يشري الناس بالفلوس. انا ما كنتباع ما كنشرى، انا ماشي هاد النوع. لبسات ديك الساعه بدا فيها الفضول فقط، قلبها بدا كيخفق. الاحساس ما كانش غير بالهديه، كان بالرساله اللي وراها. رضوان الراجل ما كيعرفش الحواجز، ومن دابا جاب لي هاد الساعه اكيد غيدير شي حاجه اخرى. بقات كتشوف فيها عجباتها بزاف، ما تنكرش ان الذوق ديالو راقي واخا ما بانش عليه في الاول. ولكن ما يمكنش لا تقبلها. الا جا هاد المره ولا شافته اكيد غادي تردها ليه. ندير واحد الطليله على السي رضوان في المزرعه في الفيلا، جالس في المكتب ديالو الكبير كيتبع اوراق ديال واحد المشروع جديد. واحد المستثمر باغي يستثمر في الاراضي وعرض عليه انه يتشارك معاه. واحد من الخدامه جاب ليه برات اتاي يحطوا ليه واحد الصينيه صغيره، ولكن هو ما كانش مركز في خاطره. صورة ليلى كتمشي وكتجيب بالو، غادي نغرق باللي ما عندهاش، نشوف شحال غادي تبقى متحفظه. صافي دخلت ليلى الراس وعششات فيه، طيرات عليه نعاسو ديال بصح. شاف فيها انها شخصيه قويه وباينه فيها ما محتاجاش الفلوس ولا ما كتاثرش بسهوله، وعجبوه هذا الشيء. وحتى عجبو الطريقه ديالها، كيفاش هضرت معاه وكيفاش عزه راسها، ومعجب حتى بالمستوى ديالها في الهضره وطريقتها، بغات تلفت ليه، تحس بيه، تهتم بيه، تقبلو بالطريقه اللي بغات هي. نهار الخميس في العياده ليلى كانت خارجه من الكابيني بعد ما سالات مع واحد المريض، لقات في المكتب ديالها واحد البوكيه ديال الورد ضخم نيت وفيه بطاقه صغيره الى اجمل ابتسامه رايتها، مكتوب تحت منها رضوان. شدات البطاقه وبدات كتصوت، هي حطاتها في واحد الدرج كتقول مع راسها كيبالغ بزاف. داسر مع راسو. دقائق سكيت مدخل رضوان، وجهه ضاحك وثقه كبيره في النفس. كتبت ليك موعد ولكن جيت قبل الوقت، بغيتش نفوت الفرصه نشوفك. ليلى وهي تلفت صدمها. سي رضوان شكرا على الورد وحتى على الساعه غادي نرجع لك، ما يمكنش لي اني نتقبل كادو غالي بحال هكاك، ولكن بغيت نعلمك انا راه ما كنستقبلش الهدايا الشخصيه هنا، هذه راه عياده طبيه، هذا راه ماشي صالون. رضوان كيشوف في عينيه لاصقين في عينيها. عارف الحياه راه ماشي كل خدمه، خصك شويه ديال الفشوش، شويه الراحه، التهلو. اللي بحالك خصها تعيش ملكه، ماشي تبقى هي كتخدم في عباد الله. سكتات ليلى لحظه، اش غادي تقول ليه؟ ما لقاتش الرد المناسب، اما هو كمل كلامه كيستغل الفرصه ان المساعده داخله كتعقب في الادوات الطبيه. شوفي ليلى، السبت عندي لقاء عمل في واحد المنتجع راقي حدا بوزنيقه، كاين عشاء فاخر، موسيقى، الناس بالمستوى رفيع، بغيتك تجي معايا كضيفه شرف. خدات نفس عميق، يلا بغات تدور فيه ونطقات بالبرود ديالها المعتاد. شكرا ولكن انا ما عندي علاقه بهذا الشيء. وهي ابتسم لها واحد الابتسامه ذكيه اللي شدت انتباهها. ماشي مشكل، افترضوا جلسه صداقه، ماشي ما غادي تخسري والو، بالعكس يمكن ترتاحي شويه من الضغط ديال الخدمه. سكتات ليلى كتحاول تبان صارمه مع سي رضوان. انا راه حياتي واضحه، انا ما كنقبلش دعوات من المرضى ديالي. قرب شويه كيهضر معها بصوت هابط. انا ماشي غير مريض،
وغادي نوريك هادشي مع الوقت. ومشى خلاها مرتبكه. هاد المره كلام بقى كيدور في بالها. هزات ديك الكارطه اللي كانت في الورد، وفعلا لقاتو في اللور ديالها كاتب ليها الوقيته فين كاين الموعد، وكاتب لها حتى الرقم ديال التليفون ديالو باش تتصل به. ابتسمت بسخريه على الثقه اللي عنده في النفس، وخدات ديك الكارطه قطعتها طريفات ورماتها في لابوبيل. داسر وحاس براسو. في نفس الليله في دارها كانت لابسه بيجامه، جالسه على واحد الكنبه كتقلب في التليفون بين الواتساب والايميل، ويتشوف رساله قصيره جايه من واحد الرقم جديد. كنتمنى نهار كيكون داز بخير. السبت راه الدعوه باقي قائمه. رضوان اوف حتى ملي خدا النمره ديالي عاد تفكرات راه النمره اصلا دايرها كاتبها لها كان شي حاجه اللي اورجون، كاتبها في الكارطه ديالها. ضغطات على الشاشه وهي تكتب كلمه لا، ولكن ما رسلتهاش. بقات كتشوف الميساج متردده. في الاخر طفات التليفون ورماتو على الطبله. علاش هادشي كيأثر عليا؟ انا ماشي هاد النوع هذا. ومع ذلك قلبها بدا كيدق اسرع شويه ملي مسعوده عليه. شوفوا رضوان اللي كان في واحد الفندق كبير في كازا، عنده اجتماع مع شي رجال اعمال بخصوص داك المشروع. وسط الاوراق والنقاشات مولف عينيه مطرطقهم فيهم، ودنيه هكا كالرادارات ما كيفلت حتى شي حاجه. وهادشي معروف عليه، وهادشي اللي خلاه كيدير الملايين فوق سواجيز. ولكن هو كانت بالو حاجه وحده. ليلى هاد الدكتوره هادي كتشدني بشي طريقه انا ما بقيتش فاهم لها. خصني نجرى الملعب ديالي، وبالفلوس الوقت كلشي كيطيح. بدا كيضحك مع راسو شويه، نفض راسو من الافكار، ورجع كيكمل الاجتماع كانه ما عنده حتى هم في الحياه. نهار الجمعه في العياده ديال ليلى نهار مزدحم. المرضى بزاف كثار، الاوراق، المسؤوليات. المساعده دخلت عندها قالت لها دكتوره هاد الاسبوع راه جا 3 المرات واحد السيد كيخلي الورد والشوكولا، ما كيعطينيش العنوان ديالو، المهم كيقول لي نخليوه هنايا. ليلى عارفه شكون بلا ما تسول. شدات داك البوكي حطاتو في القاعه الجانبيه وكتقول مع راسها يا سي رضوان باغي تشريني وتشري الاهتمام ديالي، ولكن انا ماشي رخيصه. كتحاول تبقى قويه قدام هاد الاغراءات، ولكن داخليا كأي انثى حسات بنوع من الاهتمام المبالغ فيه اللي عمرها ما عاشته. اي واحد كتصدو كيمشي بحالته، ما كيبقاش داير هاد الحاله كامله. رضوان كان جالس في الصالون، الزوجه ديالو قدمت له العشاء حطاتو، ولكن يلاه مد يدو هو المعلقه هزا معلقه وبعد وهي تقول ليه رضوان مالك غا ساكت، ما كليتي والو، ما عجبكش الماكله ولا شنو؟ ابتسم لها ابتسامه مصطنعه. لا والو غا هي من الخدمه. بقات كتاكل وكتهضر كترتر، كتهضر على هادي وعلى هادي، على بنت حليمه بنت خالتها شنو دارت، على فاطمه اللي جات عنده من الدوار الاخر، على شي حوايج هو ما كيهموش. كيقول يا ريت كنت تهضر على راسها ولا تديها في راسها ولا هاد التخربيق اللي كتضيع فيه الوقت. هي كتاكل وكيشوف في يدها كيفاش طفارها صفرين بالخرقوم، طفارها مهرسين مقردين، داك الشعر مشنتف خارج من داك الزيف اللي خارجه هكا العاده، وجهها كله هكاك عامر بالكلف. عندها الفلوس ممكن تمشي عند طبيبه تقاد داك الوجه، تقاد داك الشعر، دير ليه البروتين، دير ليه اي حاجه، الكيراتين اللي كان. المهم داك الشعر يتجبد واحد شويه، تهلا فيه بالماسكات. هو غتعرف دير بيوريك ما تبقاش بديك الحاله قدامه كيشوف فيها، كيهدف العيالات كاملين. انثى مهمله في راسها بزاف، اللي شافها ما يقولش راه باقا في الاواخر ديال الثلاثينات. بزاف على الاهمال بزاف. خلاها كتمشي تكمل مع الوليدات، بقى بوحدو. دخل واحد الصاله شد التليفون وبدا كيقلب تصاور، كيشوف الصور اللي صورهم في المزرعه، كيصور هكا شي تيران باغي يبيعهم. عقلو مشى بعيد حتى كيجبد واحد التصويره صور لها بلا ما تعيق. كانت خارجه من العياده ديالها. عينيك ما بغاوش يخرجوا من بالي. مراتي مطلع عليا الدم، كرهتني في النساء كاملين الا انتي كتقتليني، سمك ما كاينش بحالو. ناض بلاصتو مشى دخل البيت، لقى مراتو نعسات بديك الحاله، نعسات بيجامتها عامره بالخرقوم،
ناعسة عينيها محلولين نص حلة ما كيعرفها فايقة ولا ناعسة، تخارج هداك الزيف ناعسة حدا هكا بيجامتها اللي ضاله بها النهار كامل، شافها نظرة باردة. حل البلاكار كيشوف فيه البلاكار فين كاينين حوايجها اشكال والوان، بيجامات الحرير ديال الساتان فين ما كيسافر لايطاليا ولا كيمشي لاسبانيا في التجارات ديالو كيجيب ليها داكشي ما كتقيسوش وشحال من مره كتصدقوا ولا كتعطيه لخواتاتها اللي صغار منها وهي عاجبه حالتها هكاك حاضيه. رجع كيشوف رجلها اللي خارجين من تحت المخده، رجليها مشقين، دوك الشقاق اللي في رجل هذاك المشيك تخشي فيه 100 ريال شقفه وما تبانش، عافها كيحس بالفراغ بالترويعه طلعت ليه وهي كيشوف فيه مبقاش كثير نهائيا ولا بالعكس ما كرهش انه يزيلوها في شي بير ويسد عليها ما يبقاش يشوفها. رجع هز التليفون ديالو وخرج ما حاملش شي ناس حداه على نفس الفراش، غادي خارج وكيستغفر الله في بالو، والعيالات الخماسه اللي خدامين عنده اللي كيضلوا خدامين معاهم في الفلاحه كيعاونوهم في الحلب ديال البكار واحسن منها بزاف، كيبانوا لي العيالات كيدوروا لابسين تقاشر في رجليهم باش ما تضربش فيهم الشمس وكيبانوا بعدا زوينات على وهي والو. شنو يقولها ليها؟ كتجي ناقصه انه يجي عندها ويقول لها فلانه ديها في راسك، عمرو ما قالها لها ولكن راه كيبينها ليها. وما خصوش توصل المراه لهاد الدرجه ان راجلها يجي عندها ويقول لها نقي حالتك بدلي حوايجك ديري فعليه تركي، هادشي راه فطره غريزه عند الانسان كيخصو ينقي حالته ودام ربي عاطيه فلاش كيمنع هو راسو. وجا نهار السبت نهار الدعوه، رضوان من الصباح بدا كيبعث رسائل قصيره بحال بغى يفكرها باش ما تنساش. صباح الخير دكتوره ليلى، كنتمنى تعيدي النظر في الدعوه ديالي. داز واحد الساعه ونص ويكتب لها واحده اخرى، راه مجرد جلسه ديال الراحه ماشي شي حاجه اخرى. ليلى داك النهار كانت في المطبخ ديال الشقه ديالها كتوجد لها قهوه، قرات الميساج الاول ثاني مسحاتهم ورجعت كتشرب قهوتها وكتبسم ما عندوش الحدود كيعرفش يدير الحد. ولكن علاش كنحس بفضول باغا نقرا الرساله عاد نمسحها؟ رجعت ثاني كتب ليها كوني هانيه غادي نديك هكا بالادب والصواب ونرجعك ثاني لدارك ما يوقع حتى مشكل. قرات ثاني ديك الميساج ومسحاتو، لبسات سروال الجين وتيشيرت عادي ومشات تلاقى صاحبتها كالعاده في القاعده العامه ديالها الهروب احسن من الوقوع. وكانت ليله السبت ما جاوباتوش وما حاشاتهاش ليه، فهم شنو بغات توصل ليه، مبغاش يضغط عليها اكثر، وصل للمنتجع بوحدو، طابله محجوزه بافخم التفاصيل، الموسيقى حيه، الشموع، ناس من الصف الاول. بدا كيتفقد المداخل، كل مره عينيه كيتسناو ليلى تدخل كيقول مع راسو يمكن تراجع في اخر لحظه، يمكن تجي، يمكن تندم، خلي لها جميع التفاصيل باش تقدر توصل. ولكن ما جاتش. شد كاس العصير كيضحك مع راسو بسخريه ماشي مشكل، غادي نرجع نحصرها زيد نحصرها، اللي كتهرب مني هي اللي غنتبع انا ونجري وراها. في الليل رجعت ليلى لدارها بعد جلسه مع الاصدقاء، بدات كتفتح في الصاك ديالها شافت تليفونها كيضوي 20 رساله جديده من رضوان، ما جاوباتوش ولكن بقى في بالها كلمه واحده الهوس. ورغم هذا الشيء قلبها حس بنوع من الارتباك بحال واحد الشراره صغيره كتشدها وسط هذا الضغط، كتحملش شي واحد يضغط عليها ولكن ما عرفتش علاش هذا الضغط هذا جا حليلو عجبها، بحال كيكمل ديك الانوثه اللي فيها، بحال كيرضي كبريائها وغرورها. رضوان ولا مهووس بليلى لدرجه ما بقاش كيشوف مراته، ديك الفكره انه هو كيتخيل ليلى كتخليه كيكره مراته، كيزيد يضغط عليها بالرسائل والهدايا وهي في المقابل كتقاوم، ولكن الفضول بدا كيدخل لها من واحد الشرخ صغير. داز الويكاند داكشي اللي عطا الله، وهو نهار اثنين العياده قربات سالي الخدمه. ليلى يلا كتوجد راسها باش تخرج، كتسمع خطوات ثقيله في القاعه. رضوان دخل بلا موعد، كانوا البنات ديجا خرجوا، واقف قدامه عينيه شاعلين. دارت وهي تصدم فيه، سي رضوان واش نسيتي ولا شنو؟ قلت لك العياده ماشي بلاصه الهضره بحال هادي. ما تلفش هكا عينيه مدوره لهنا لهنا كيشوفوها مباشره. باغيك. الصدمه ديال الكلمه خلاتها كتجمد في بلاصتها، حطات الملف اللي كان في يدها وهي توقف كتواجهو. كيفاش
شنو هي باغيني؟ كيفاش تاني هاد باغيني؟ رضوان ويقرب خطوه. باغي يكون عطيفك اللي بغيتي. ليلى عصبها بهاد الكلمه. اش كتسحابني بقرا غتشريها وتشدها في الزريبه؟ انا راه الدكتوره ليلى بزاف عليك. رضوان ما تحركش، ولكن عينيه ولات فيهم واحد الشوفه اعمق. ماشي مساله ديال الفلوس، انا كنشوف فيك حاجه عمري شفتها، حتى في مراتي حتى في حياتي بقات كتعني ليا والو قدامك. هنا عرفات بلا السيد مزواج وباينه راها ماشي باقي صغير، وباينه باغي يديرها غار نزوه عابره. هكا يغرقها بالكادوات والفلوس ولا في الاخر رجع لمراتو. زيرات على الصاك ديالها اللي في يديها وبدات كتصوت. انا ماشي لعباسي وماشي نزوه، بغيتي تلعب سير لشي بلاصه اخرى. وهادشي اللي جيت الباب. تفضل باغا نخرج. خرجت سبقاتهم العياده بخطوات سريعه سريعه كتسنى فيه يخرج. بقى واقف بحال شي جبل ما بين عليه لا دم لا والو، من غير الاصرار مصر باي طريقه انها تكون ليه وربي كبير. دارت معزه ونزلت معزه. ليلى خصها توافق وصافي. تم غادي خارج مع فات الباب وهي تردخ الباب، وتمت غادا سابقه دغيا ركبات في لاسانسور وهبطات ما تلفتاتش ليه. وبالليل في شقتها الانيقه من الصباح ملي دخلات وهي كترضخ بوحدها الضرب في رجليها وما راضياش بديك الكلمه ديال باغيك. وكيفاش قالها لها وكيفاش من وراه كيقول لها مراتي يعني راه مزوج وهي باغي يديرها لعبه في يديه. بورت كليت بهابي قدام الناس. جلسات قدام المرايه كتشوف راسها، ملامح ديالها باينه اليوم تسهب، عينها فيهم خليط من الغضب والفضول. زوينه هادي، ولكن علاش هزني كلامه؟ انا عرفت بزاف ديال الرجال مغاربه اجانب ايطاليين حسن ساره، عرفت اللي كذابين اللي خاينين واللي باغيين يسيطروا واللي تافهين واللي باسلين. واحد رضوان عنده الفلوس باينه وعنده النفوذ وباغي يعاملني بحال شي جائزه يشريها فلوسه. ما تكونش ليه، عمرها تكون ليه. سكتت شويه وقلبها كيدق. مع ذلك الحرام فيه شي حاجه مختلفه من الشوفه ديالو. ديك الجرأه ديالو غريبه، بحال ما عرفتش داكشي شي حاجه ماشي هذيك، شي حاجه بيزار. واش هذا ولا مرض ولا هوس ولا شنو؟ شربات ليلى كاس المكان حدا وحاولت ترد ديك الفكره. لا نو نو نو، هذاك خصني نوقف عند حدو. نو انا ماشي اي وحده، انا ماشي ديال هادشي. ولكن وهي داخله لفراشها الصوره ديالو بقات كتعاود في خيالها حتى في الليل. اني حلمت بيا غاده هو تابعها تفقت مفزوعه. المشكله ولات كتشوفها في احلامها. سي با بوسيبل. ليلة الثلاثاء عند رضوان، دار هانيه في الليل، وليدات ناسين. مراتو جالسه قدام التلفازه كتتفرج في واحد المسلسل مدبلج، حاطه يدها على خدها وعايشه مع المسلسل، ما عندهاش ادراك برجلها اللي جالس حداها ولا حاسه به. لابسه واحد البيجامات الموبره غليظه وفوقها بينوار داك ديال القاطونه حتى هو غليظ حازمه عليها، كتبان بحال شي بطاطا محزبه حداها ولا بحال شي بصله مغلفه، ودايره زيفت الحياتي دايره فوق الشعر باينه كانت في الحمام. عندها السشوار، عندها الالبسه، كاينه الكليمه، كاين الشوفاج، كلشي وكيشوف في هذه لاش مغلفه عليا بحال هكا. كره الشوفه فيها. حنا وعينو زاني على التليفون، كل الميساج ديالو الليله ما جاوبات عليه، ما جاوباتوش نهائيا، واخا قوه ليها قوه الميساجات ما يمكنش. واو وشحال حاسه براسها، ولكن بنت الحرام كتشدني بحال السحور. خصني نشوفها، وليت باغي نسمع صوتها ولا غادي نحماق. مراتو ديك الساعه وهي تلفت عنده. رضوان مالك وليتي غير ساكت؟ تفرج في هذا المسلسل راه زوين، عرفتي هذيك البطاله راه قتلوا ليها باها البارح، دابا راه هي اللي غتنتقم منهم. باك ما كتجاوبش، واش شي مشكل في الخدمه؟ جاوبها ببرود. لا عييت ومليت. قربت منه هكا حدا بغات تعنقو، ما حس والو، ومعنقاه بداك الشيء اللي لابسه بحال معنق مانطه. بقى ساكت عينيه غارقين في التفكير في ليلى، كيشمشم فيها واخا كانت في الحمام
ثاني فيها ريحه الربيع. كيشوف في يدها خضرين. ملي سولها قال لها فيك ريحه الربيع، قالت لي ملي جيت بالحمام رديت الحريره، انا دابا غادي نوض نحطها. دور راسو للجهه الاخرى كيصوت وكينهل في الشيطان في السر ديالو، كينهل في راسو اللي تزوج بها من الاول. جا نهار الاربعاء، رضوان كان خاصو يتفقد العمال ويحسن شي صفقات في المواشي، ولكن عاود ما كانش مركز. ترون في حياته، ما بقاش كيما كان، باغي يحل هذا المشكل اللي عنده صافي. كيبعث لها ميساجات كيتمنى غتقراهم ولا تجاوبو، بعدا غيحس براسو راه دار شي تقدم. كنتمنى نهار كيدوز زوين. كنفكر فيك شويه ثاني. كيصيفط لها عارفك ما بغيتيش تسمعي لهادشي، ولكن انا ما بقيتش قادر نخرجك من بالي. واحد من العمال حتى كيدخل عليه يطلب التوقيع ديالو. رضوان ما ردش ليه حتى انتبه. وسي رضوان، واش كلشي بخير؟ عاد ويدور عندهم بالصم. وي واخا راه نقرا هادشي. ولكن هو كيتمشى في سيارته الكبيره رباعيه الدفع، بلا ما يحس كيلقى راسو شاد الطريق للمدينه، غادي على اساس انه الغد يتلاقاها. نهار الخميس ليلى كانت خارجه من باب العياده، حتى كتلقى رضوان واقف قدامها بسيارته السوداء الفخمه الضخمه. استغربت ثاني، غبر عليها تقريبا هذا الاسبوع تابان. اش كدير هنا؟ قال رضوان بهدوء، غير جيت نسلم عليك، ما بغيتش نبرصدك. ليلى وهي تبان لي بلا معصبه. سي رضوان، هادشي راه ولا بزاف، هادشي راه خرج على السيطره، هذا راه ازعاج. ياك عندك دارك ومراتك ولادك، ايوا سير عندهم، لا جي عندي انا. قطع عيني شالين. ولا قلت لك ما بقاو كيعني ليا والو، واش غادي تفهميني؟ تصدمات من الجواب ديالو وترجعات للور خطوه. انت هكا كتخلط الامور، انا راه ماشي بديل في حياتك. ويقول لها باصرار ماشي بديل، انت راك الهدف، وبغيتك تكوني معايا كيما بغيتي انت، فين ما بغيتي، بالشكل اللي بغيتي، وفلوسي ومشاريعي كلشي ليك. زيرات نفسها وهي تقول لي بسخريه اش كتصحابني؟ غادي نتغرب الفلوس وتشريني؟ انا راه عندي كلشي، ما محتاجاش داكشي ديالك، وعندي كرامتي اللي هي بزاف عليك. ديك الساعه ركبت في سيارتها، مشات خلاته واقف وسط الزحام. هاد المره حس بقلبه بحال كيخونو، ماشي الرفض اللي كيوجعو، ولكن الطريقه اللي كتشوف بيها فيه، اللي كترجعو بحال شي مراهق ملهوف عليها، واللي كتصغر من قيمته. واحد راسو راه شي حاجه الناس كيتمناو غيهضر معاهم ويديروا معاه المشاريع، وهي كتعامل معاه بحال هكا، بحال شي واحد قليل ما عجبوش حتى هو الحال. في شقتها في الليل كتمشي من الصالون للمطبخ، ترجع ثاني بحال كتقلب على شي حاجه ما مرتاحاش. شويه جلست على ديك الكنبه وبدات كتشوف السقف. علاش بقى صامت هكا؟ علاش ما يأسش؟ كاع الرجال اللي عرفتهم كانوا كيهربوا من اول رفض، وهو بحال شي موجه ديال البحر اللي كتبقى ترجع وكتعاود ترجع. بدات كتفكر في واحد من اللي عرفاتهم، خطيبها السابق، العلاقات اللي دازوا، الرجوله الهشه اللي عرفات، ورجعت في صورتها، في صورة رضوان في بالها. راجل أربعيني، مزارع ناجح، الفلوس، القوة، ولكن في واحد الجنون عمرها لقاتها في شي واحد من اللي عرفاتهم. رجال من الطبقات ديالها ما كانوش بحال هكا، كيكون فيه واحد شويه ديال بحال الانوثه. هذا جا فيه واحد الحروشيه غريبه، كيفاش كيشوف فيها واحد الشوفه عمر شي راجل ما شافها لها قبل. ابتسمت ابتسامه صغيره، من بعد حيدات على ديك الابتسامه. لا ما نطيحش، هادشي راه خطر، خصني نقوي راسي، نبقى قويه. جو سوي فورت، انا ما يطيحنيش هادشي. ومع ذلك قلبها بدا كيدق اسرع. رضوان في المقابل ولا مهووس بها، غارق في الهوس ديالو بها حتى الودني، حتى حياته الزوجيه ولا فيها فراغ مورا فراغ مورا فراغ، وخدمته ما بقاش كتشدو. ليلى في المقابل مزيره على راسها، قادره تحكم في راسها، ولكن داك الفضول الممنوع بدا كيجرها لداك البحر المجهول. السبت في الشقه ديالها، راجعه من بعد عشاء مع صديقاتها، ضحكات صورات معاهم، قصروا، ولكن في داخلها كان بالها مشغول. منين دخلت للدار شعلت واحد الموسيقى هاديه، جابت كاس العصير وجلست على ديك الكنبه، كتقول مع راسها علاش غبر،
بحال ولا كيخلي عندها واحد الفراغ ملي كيغبر. ولفات الميساج ديالو تقراهم واخا ما كتجاوبوش، ولفات انه يبان لها مره في شي بلاصه واخا كتصدو كتسمعوا شي كلمات ولكن علاش ما جاش. حتى كيضوي التليفون ديالها ميساج من عند رضوان: كنفكر فيك، عارف بلا ما خاصنيش ولكن ما قدرش نحبس. شداتو حطاتو ورجعت قلبات التلفازه، عقلها ما قدرش يركز. شي 10 دقائق ورجع التليفون كيضوي. ليلى اسمحي لي نقول لك ليلى، عافاك غير كلمه واحده، قولي لي نوقف نحبس هادشي ولا نكمل. بقات قلبها كيتسارع، كتكتب وكتحذف. اخيرا خرجت منها كلمه: رضوان هادشي ما عنده مستقبل، بلا ما تعيش راسك في الوهم. ما قدرش تصدق راسها. جاوباتو؟ كيفاش جاوباتو؟ اقل من دقيقه جا الرد: حتى الوهم معاك احسن من اي حقيقه بلا بيك. ليلى خلات التليفون بعيد وغطات وجهها بيديها. اوه فين غادا انا، فين غادا؟ ما فهمتش كيفاش تجريت معاه حتى لهنا. نهار الحد كان رضوان في المزرعه، الجو مشحون. مراتو ولات كتلاحظ الغياب ديالو بزاف، ما عرفت كيفاش شافقت وانتبهات. الوليدات كيهضروا معاه ما كيجاوبهمش، كان كيلعب معاهم شي مرات، دابا ديما مشغول. جالس في الصالون الكبير كيشوف التليفون ولا بحال شي مدمن على داك التليفون. شاف الرساله ديال ليلى عشرات المرات، كيقراها بتمعن وكيعاود. مهم جاوبات، واخا كلمه صغيره ولكن جاوبات. هذه راه بدايه. هذه ما بقاش عنده نفس الاحساس بالذنب، بالعكس كيحس براسو ولا كيقرب من الهدف. بالنسبه ليه ما كيدير حتى حاجه غلطه، وعارف بلا مراتو هامله ما كتحققش ليه الرغبات ديالو كما باغي. ما بقاش لاقي فيها هادشي اللي باغي، و محدا ويا كتخليه كيبعد عليها. كيقول مع راسو هي السبب، لا كان شي حاجه فهي السبب وانا ما كندير شي حاجه اللي غلطه. نهار الاثنين ليلى واقفه قدام المرايه كتصلح شعرها في عيادتها وعينيها باينه مبرشطين. تدخلت عند المساعده: دكتوره اليوم عندنا المواعيد بزاف، لا اخر موعد راه كاين مع 4. ليلى وهي تبتسم لها ابتسامه مصطنعه: اوكي ماشي مشكل، يلا نبداو الخدمه، دخلي اول كليون. وصل المرضى، كل مره كيتسمع صوت تليفونها كيطن، كيدير داك الميساج. قلبها كيدق وكتصور راسها: واش رضوان ثاني ولا شي وحده من صحاباتي؟ كملت نهارها بالكشايف، باقا ما مغديه ما والو، ميته بالعيا وبالجوع باغا ترجع للدار. راجعه في سيارتها بعد نهار طويل، وقفات في الضو الاحمر. فجاه سمعت البوق ديال السياره فاخمه وراها تلفتات، كتلقى رضوان كيضحك كيشير لها بيديه. بقات كتشوف الطوموبيل ديالو اخر ما كاين في الاسود، طوموبيلته كتحمق باش كيقتلها كل مره راكب في حديده في شكل. قرب لها ويحل الشرجم: تقدري تهربي مني بالنهار ولكن في الليل راه مستحيل. ابتسم بخفه ومشى. بقات مسمره بلاصتها، شحال ما حاولت تحافظ على البرود ديالها كيخلي دمها كيتحرك. ويلي والله الا ما عنده علاش يحشم، واش هذا ما عنده لا شغله لا مشغله، غبقى مني. ولات كتقول مع راسها: واش زعما غيقدر يطيحني شي نهار لو بقى هكا غا كيدور بيا؟ رجعت لدارها، دخلت اول حاجه دارتها خدات الدوش بالزربه وخرجت جبدات واحد البيتزا عندها هكا في الكونجيلاتور، سخناتها وجلست كتاكل وعقلها كيمشي غالي. مبقاش قادر يحيد من بالها، ولات كتكره راسها على هذا الاحساس اللي دخل ليها بزز منها ولا شغل بالها وتفكيرها. وهادشي ماشي من عوايدها، هادشي كانت خدت دوزه في المراهقه في العشرينات. هي عمرها ما بغات هادشي ولا عاشو، هي ماشي شي انسانه اللي رومانسيه تفكر هكا ولا شي وحده اللي يشغل شي واحد بالها. هي انسانه عمليه كتشوف الحاجه اللي فيها الصالح، كتفكر في عقلها بعقلها قبل من قلبها. اشنو وقع لها دابا حتى هادشي تبدل؟ هذا كله تاثير ديال السي رضوان. نهار الخميس من بعد الخدمه خارجه بالعياده ديالها، لابسه واحد المونطو هكا في الباج، دايره الكاشكول لانه كان البرد، بودي تحت منه وسروال في الماغو، غاده محركه شاده الصاك ديالها الماغو. فجاه كيبان رضوان واقف قدام الباب في تحت الموبل، مسكي على سياره سوداء رونج روفر فاغ ديال 2023 كتلمع بحال شي جوهره. رضوان قلت لك بزاف ما تبقاش ترصدني بحال هكايا، هادشي راه بزاف. ابتسم لها ابتسامه هاديه: ماشي كنرصدك ولا تابك، غطلب اخير، ساعه واحده من وقتك، اعطيني غير ساعه واحده من وقتك ماشي اكثر، عشا ونساليو. زيرات على الصاك ديالها وتنهدات: سير رضوان
راه عندي بزاف ما يدار، يلا خارجه باغا نوصل للسراح وباقي ما مغدياش. وي قطع، الا ما عطيتينيش هاد الساعه هاد الليله غادي نبقى نحاول حتى هي عافاك غير هاد المره. نيت عرضك الغداء ولا العشاء ولا اللي بغيتي تسميه. سكتات لحظه ومن بعد نطقات ببرود: واخا ساعه وحده وما تزيدش عليها. ابتسم ابتسامات انتصار صغيره وفتح ليها الباب الخلفي بكل باقه. مرحبا دكتوره. داخل السيارة من جلسات لاحظت الرائحة الراقية للعطر ديور سوفاج إليكسير. الطابلو ديال السيارة عامر تكنولوجيا، هاد التفاصيل ما يخفاوش عليها. بدات كتدور في عينها حمقتها الطوموبيل ديالو. الكراسة ديال الجلد اللي كتحضن للجسد كتخليك مرتاح في الجلسة. مبالغ بزاف، حاجة بسيطة تليق بمقامك. ساقت السيارة بسلاسة وسط الضوء ديال الدار البيضاء. كل شويه عيني كتنعكس في المرايه، النظره ديالو ثابته وواثقه. كتشوف فيه كيفاش كيسوق، باينه شخصيته قويه من الجلسه، كيفاش جالس، كيفاش يدو على الفولون، كيفاش كيسوق. بقى هكاك ما تبغى تسولو فين غادي. رجعت سكتات، حسات بالراحه وهي مرجعه ظهرها اللور، حتى وصلوا لواحد المكان في الميناء عند باب خاص. من خرج من السياره رضوان كان لابس بدله زرقاء داكنه من بغيوني، قميص ابيض القميص ناصع، ساعه رولكس، سيب مارينا كتشاف ايدو كتثير النظر. ليلى وقفت منبهره، بحال يلاه انتبهت لهاد التفاصيل هادو. هادي ماشي صورة الفلاح اللي جا عندها العياده، هادي راه صورة رجل اعمال عالمي، راه كلشي فيه كيبين الفخامه ديالو. صدمات فيه، ما كنتش كنتصورك هكا قبل. رضوان ابتسم لها ابتسامه غامضه. كل انسان عنده وجه بزاف، وانا الليله بغيت نوريك وجهي اللي قليل اللي كيعرفوه. نكرش عجبها، خصوصا كتبان فيه واحد الوسامه اللي نادره. دوك الخصلات ديال الشيب القلال اللي كانوا يبانوا هكا في النواظر ديالو، كيفاش مقاد شعره، اللباس اللي واسع وجا كيحمق على الجسم ديالو، العطر اللي كتشمو كتحس بالراحه. ودخل بها المكان راقي في الميناء، ماشي شي مطعم عادي. يا راه ما خلات فين مشات، سافرات المدن عريقه، سافرت تقريبا العالم كامل. في اسيا مشات لاندونيسيا، مشات للصين. في اوروبا دائما كتسافر لايطاليا عند والديها، مشات لاسبانيا، فرنسا، المانيا، مشات لكندا. ولكن هاد البلاصه عمرها شافت بحالها. مطعم عادي ولكن سطح زجاجي فوق البحر، مجهز خصيصا لهم. الطاولات كلهم فارغين من غير وحده منوره بالشموع والورد الابيض. عرفات وحجز المكان كامل ليهم. اندهشات. سير رضوان اش هذا هضر رضوان بكل هدوء. عشاء خاص بلا عيون اللي تراقبنا، بلا صداع، غا انا وانتي. وجلسوا، وجاب الساقي اطباق بحريه فاخره: لوبيستر، سلمون مشوي، الكافيار، النبيذ الابيض الراقي حاضر. حتى ولو ما غتشربش ولكن الجو كامل كان منظم. وملي عارفه ما غتشربش طلب لها هي عصير. ليلى بقات كتشوف، نصف غاضبه ايه ولكن نصف مأخوذه. واش عارف شنو كدير سي رضوان؟ هادشي راه ماشي لعب. رضوان بهدوء كيشعل الشمعة اللي حداهم الوسط. عارف مزيان وانا ما كنلعبش. الهواء البحري كان منعش، الشموع كتلعب في العينين ديالها. رضوان جلس مقابل معها، يدي على الطاوله، عينيه مركزين فيها بشكل يخليها ما تعرفش واش تهرب ولا تبقى ولا تقرب. هضر بصوت مبحوح اللي كيخلي الجسد كيتبورج: ليلى، هاد الليله بغيتك تنسي كلشي. سي دابا انا ماشي طبيبه ماشي مسؤوله، شي غمره جالسه قدامي. ليلى بلعت ريقها، قلبها بدا كيدق. رضوان سالك خاطر هكا، ويتبسم لها بطريقه خبيثه. وحتى انتي بلي كتعشقي الخطر بلا ما تحسي. هذه من القصص المميزه اللي كتبتها، وانا كنتمنى اني نعرف كيفاش نخلي الردود ديال الفعل تبان طبيعيه، وكيفاش نخلي ليلى ما تبانش انها دارت شي حاجه اللي خايبه ولا خدات راجل من مراته. عاونوني باش نكملوا القصه باقا عندها نهايه اكيد، ما هذا الا الجزء الاول، وانا كنقاد لكم في الجزء الثاني. ولدابا باقا ما عارفاش واش غيكون الجزء الثالث ولا النهايه غتكون في الجزء الثاني. المهم قولوا لي رايكم،
في التصرف ديال ليلى، واش غادي يطيح كوارها قدامه ولا مازال، واش هو كيلعب بالعافيه ولا لا، وشكون اللي غلط فيهم في هاد الثلاثه، واش هي ولا الزهره مراتو ولا هو اللي غلط. ناقشوا القصه لان الموضوع ديالها مهم، وانا كيعجبوني هاد القصص المركبه اللي كيكونوا فيهم شخصيات مركبه ومشاكل وكيكون مشاكل بين الازواج، كيدخل شي طرف ثالث. غنتسنى التعليق ديالكم، وغنحاول ما امكن ننزل لكم التتمه ديال القصه في اقرب وقت، اما من بعد هذه القصه مباشره، والا ما قدرتش فغتكون معطله في الليل او الصباح ان شاء الله. كنتمنى تكون في اقرب وقت وصافي. حاولوا تحفزوني بالتعليق ديالكم، ونشوفكم راكم متابعين معايا وغاديين معايا في الاحداث والقصه، وحتى انا غادي نكون معكم ان شاء الله. ما تنساوش لي التعاليق، بغيت لايكات كثيره، وشاركوا القصه مع احبابكم وصحابكم باش كل شيء يستمتع بهذه القصه الجميله النادره الحصريه على القناه من كتابه القناه بقلم همسات مغربيه وسرد همسات مغربيه. تلاقاو، باي باي.